في استوديو كي مهمتنا مش إننا نقول مين صح ومين غلط، لا خالص. مهمتنا إننا ندخل جوه العواصف الثقافية اللي بتقوم في مصر والعالم العربي ونحاول نفهم إيه بالظبط اللي بيحصل. إيه اللي بيخلي قضية معينة تولع الدنيا بالشكل ده؟ إيه العصب الحساس اللي لمسته؟ والنهاردة هنتكلم عن عاصفة يعني يمكن تكون من الأكبر والأعنف في السنين الأخيرة. فيلم الست. فيلم الست اللي قامت ببطولته منى زكي في دور أيقونة مش بس فنية، دي أيقونة وطنية مقدسة في تاريخ مصر، أم كلثوم. الفيلم ده كان نازل وسط ترقب ضخم جدا. بنتكلم عن ميزانية مهولة، إخراج مروان حامد، تأليف أحمد مراد، وبطولة منى زكي. كل العوامل دي كانت بتقول إنه هيكون الحدث الفني الأهم، لكن مع نزوله في أواخر 2024 اتحول لساحة معركة. مش مجرد جدل، دي معركة ثقافية حقيقية وانفجرت على كذا جبهة في نفس الوقت. بالظبط، وكل جبهة كانت بتغذي التانية. خلينا نمسك الخيوط دي خيط خيط ونشوف إيه اللي حصل. تمام، نبدأ منين؟ خلينا نبدأ بأصل الخناقة كلها، صورة أم كلثوم اللي ظهرت في الفيلم. دي النقطة المحورية. صناع العمل وتحديداً منى زكي قالوا إن الهدف كان أنسنة الأسطورة، يعني نوريها كإنسانة، ليها ضعفها وقوتها زي أي حد. بس إيه اللي الناس شافوه على الشاشة خلاهم يوصلوا لوصف زي تشويه أو حتى تدنيس؟ شافوا تفاصيل كانت صادمة جدا للصورة الذهنية المحفورة عندهم. الموضوع ما كانش بس فكرة إنها شخصية حادة أو مسيطرة. لا، ده وصل لمشاهد وهي بتدخن سيجار بشراهة. المشاهد دي بالذات عملت ضجة جدا. أو هي في بيتها لوحدها ضعيفة ومحبطة ولابسة نظارة قعر كوباية. الصورة دي، صورة الست المكسورة أو الحربوقة زي ما ناقدة وصفتها، كانت نقيض مباشر لأسطورة كوكب الشرق. وهنا لازم نقف ونسأل، ليه شخصية زي أم كلثوم بالذات صعب جدا تتأنسن عند ناس كتير؟ سؤال مهم. يعني في فنانين كبار تانيين بيتقدموا في أعمال فنية والجدل مش بيوصل للمستوى ده. إيه سر قدسية أم كلثوم؟ بص، سر القدسية دي إن أم كلثوم مش مجرد فنانة، هي جزء أساسي من المشروع القومي المصري. فترة الخمسينات والستينات تحديداً. بالظبط. في وعي الناس صوتها كان هو صوت مصر اللي بيتكلم للعالم كل وقت عبد الناصر. حفلاتها كانت أحداث قومية. تبرعاتها للمجهود الحربي بعد 67. أكيد، دي حولتها لرمز وطني. فأي محاولة لتقديمها بشكل فيه ضعف أو جوانب شخصية بغيضة وكريهة زي ما اتقال، بتعتبر في نظر البعض مش بس إساءة ليها. دي إساءة لصورة مصر نفسها. بالظبط، إساءة لصورة مصر القوية اللي هي كانت بتمثلها. وده يفسر ليه الاتهامات للفيلم بأنه بيفرض سرديات نسوية أو متوافقة مع الغرب عملت صدى كبير. طبعاً، حسوا إن الفيلم بياخد رمز وطني مصري أصيل ويشكله على مقاس أفكار حديثة. أفكار ممكن تكون ملهاش علاقة بسياقها التاريخي. أيوة، فكرة تقديمها كأيقونة نسوية بالمعنى الحديث أو التركيز على سيطرتها وعلاقتها بالفلوس بمعزل عن مشروعها الفني الأكبر. ده خلى ناس كتير تحس إنه بيغير جوهر الشخصية. حسوا إن الفيلم بيجردها من هويتها المصرية عشان يقدمها في قالب عالمي ممكن الغرب يفهمه، وده كان بالنسبة لهم خيانة. وكأن النار دي كلها ما كانتش كفاية، جه المؤلف أحمد مراد وزودها. صب عليها بنزين بمعنى الكلمة. ودي كانت الجبهة التانية اللي فتحت أبواب جهنم على الفيلم. بالظبط. في مهرجان مراكش السينمائي، أحمد مراد قال تصريح يعني اتفهم بشكل كارثي. قال إن الكتابة عن أم كلثوم كانت أصعب من الكتابة عن الرسول محمد. طبعا التصريح ده زي القنبلة. هو حاول يوضح بعد كده، قال إن قصده كان مجازي بحت، وإنه كان بيشاور على قدسية الست في عقيدة أي مصري، وإنه كان صعب يكسر الصورة الأسطورية دي. كان بيقول إن تكسير القشرة دي عشان يوصل لإنسانيتها الحقيقية كان تحدي ضخم، لكن ليه التوضيح ده ما زودش الطين إلا بلة؟ لأن في جو مشحون زي ده محدش بيسمع للتوضيح، محدش بيشوف السياق. الجملة نفسها اتخذت واتفصلت عن أي معنى مجازي. وبالنسبة للطيارات المحافظة اللي كانت متربصة بالفيلم أصلاً، دي كانت هدية من السماء. التصريح اتحول فوراً لسلاح اتهام بازدراء الأديان. وهنا الخناقة خرجت من إطار النقد الفني تماماً ودخلت في حتة تانية خالص. تماماً. اتقدمت بلاغات للنائب العام وطلعت دعوات ضخمة لمقاطعة الفيلم من قبل حتى ما حد يشوفه. أيوة، الخناقة اتحولت من هل الفيلم حلو ولا وحش هل صناع الفيلم دول أعداء للدين والهوية؟ وده طبعاً نقاش أعنف وأخطر بكتير. وكل الغضب ده سواء الفني أو الديني كان لازم يلاقي وش يترمي عليه. والوش ده كان منى زكي. بكل تأكيد.
الجبهة الثالثة كانت منى زكي نفسها، والهجوم عليها بدأ من قبل عرض الفيلم بشهور. من أول بوستر نزل. بالظبط. السوشيال ميديا اتقلبت سخرية من عدم التشابه الجسدي بينها وبين أم كلثوم. في ناقد قال جملة لخصت الموضوع: جمال أم كلثوم في قوتها وجمال منى زكي في رقتها. أيوة، وده خلى حاجز نفسي عند الجمهور من البداية. بس الموضوع كان متراكم، صح؟ يعني الهجوم ده ما كانش بس بسبب الشكل. لا طبعا، لا، الموضوع أعمق بكتير. الهجوم كان عنيف جدا بسبب كونتروفرسيز قديمة. فيلم أصحاب ولا أعز تحديداً. أيوة، وناس كتير كانت لسه شايلة منها وشافوا اختيارها لدور أم كلثوم بالذات وكأنه تحدي جديد، أو استمرار لنفس النهج اللي مش عاجبهم. فبقى الهجوم عليها هجوم مركب على شكلها وعلى تاريخها وعلى اختيارها للدور. والنقد ما وصلش بس للشكل، وصل للأداء كمان. صحيح، اتقال إنها بتحاول تتخن صوتها بشكل مصطنع. فكر الناس بدورها في مسرحية كده أوكي. بالظبط، وإن حركاتها على المسرح مبالغ فيها، والأهم إن ناس كتير حسوا إنهم طول الوقت بيتفرجوا على منى زكي بتمثل أم كلثوم، مش أم كلثوم نفسها. وللأسف الموضوع خرج عن حدود النقد الفني تماماً وتحول لتنمر وهجوم شخصي شرس على السوشيال ميديا. وحسب التقارير ده أثر عليها نفسياً بشكل كبير جداً. وده شيء صعب على أي فنان، إنك تشتغل على دور بكل طاقتك وفي الآخر الناس مش شايفة غير شكلك أو فيلم قديم عملته. وهنا يجي سؤال مهم، هل كان في أي ممثلة في مصر حالياً ممكن تقوم بالدور ده وتنجو من الهجوم؟ أنا أشك. يمكن المشكلة مش في منى زكي، المشكلة في إن أي حد يحاول يجسد صورة بالقدسية دي كان هيصطدم بنفسه الحيطة. أنا أتفق معاك جدا. أم كلثوم صورة ذهنية وصوتية أكتر منها صورة جسدية في وعي الناس. تحدي تجسيدها كان شبه مستحيل. طيب، وسط كل الدوشة دي والعواصف من كل اتجاه، الفيلم نفسه بقى عمل إيه؟ المفاجأة إنه في الأول كسر الدنيا في شباك التذاكر. دي المفارقة الكبيرة. برغم كل دعوات المقاطعة والهجوم الشرس، الفيلم حقق 15 مليون جنيه في أول أسبوع عرض وتصدر شباك التذاكر. وده يورينا ظاهرة مهمة جدا، إن أحيانا الدعاية السلبية بتكون هي أقوى دعاية إيجابية. كل الجدل ده خلق فضول رهيب عند الناس. اللي ما كانش عايز يدخل بقى عايز يدخل عشان يشوف الفيلم اللي عامل كل المشاكل دي. بالظبط. بس هل 15 مليون جنيه في أول أسبوع يعتبر نجاح حقيقي لفيلم بميزانية ضخمة زي دي؟ ده سؤال مهم. ممكن يكون نجاح استتاحي بسبب الضجة، لكن النجاح الحقيقي بيتقاس بالاستمرارية. والأهم إنه نجاح جماهيري مش بالضرورة معناه نجاح نقدي. أيوة، وهنا النقاد نفسهم انقسموا بشكل حاد جدا. خلينا نتكلم عن اللي عجبهم الفيلم. النقاد اللي قدروا يتجاوزوا الجدل كتير منهم أشادوا بالفيلم من الناحية الفنية البحتة. قالوا إن إخراج مروان حامد والتصوير والإنتاج الضخم عملوا نقل نوعية في جودة السينما المصرية. في مشاهد زي حفلة الأولمبيا في باريس اللي في أول الفيلم ناس كتير وصفتها بإنها عالمية، وحسستهم إنهم فعلا حاضرين الحفلة. وفيه اللي مدحوا شجاعة الفيلم في إنه يقدم المرأة خلف الأسطورة بدل ما يقدم تمجيد متوقع وممل. الناس دي شافت إن فكرة إزالة القدسية وتقديمها كإنسانة معقدة ومركبة بعيوبها ومخاوفها كان هو الهدف الأهم، وإن الفيلم نجح فيه بامتياز. لكن على الناحية التانية كان في صوت نقدي عالي جدا شاف الفيلم مخزي ومليان أخطاء تاريخية فادحة. وأبرز مثال كان مشهد مقابلتها للملكة نازلي. ليه المشهد ده بالذات كان كارثي في نظرهم؟ لأن المشهد ده بيصور أم كلثوم خايفة وضعيفة ومكسورة قدام العيلة المالكة، وده بيضرب فكرة قوة أم كلثوم الحقيقية في مقتل. المصادر التاريخية بتقول إن في التوقيت ده أم كلثوم كانت نجمة مصر الأولى بلا منازع، مكانتها كانت أسطورية. العيلة المالكة نفسها هي اللي كانت بتسعى إنها تحضر حفلاتها. فكرة إنها تقف مكسورة قدام الملكة نازلي مش بس غلط تاريخياً، ده بيقلب موازين القوى الحقيقية اللي كانت موجودة وقتها. يعني النقد هنا إن الفيلم في محاولته إنه يرسم صورة إنسانية ضعيفة تجاهل السياق التاريخي وقوة الشخصية الحقيقية اللي هي جزء لا يتجزأ من أسطورتها. بالظبط. والفيلم اتلام كمان على إنه تجاهل جوانب كاملة ومهمة من حياتها. يعني مثلاً مسيرتها السينمائية كلها اللي فيها 6 أفلام تقريباً مش موجودة، وهي كانت من رواد السينما المصرية، وعلاقتها المعقدة جداً بشخصيات محورية زي محمد عبد الوهاب اللي هي كانت مزيج من الصداقة والمنافسة الشرسة. سؤال مهم، هو الفيلم كان عايز يقول إيه بالظبط؟ بعض المصادر بتورينا إن الفيلم كان بيعاني من مشكلة في السرد،
بيقدم لقطات متفرقة من غير رابط قوي. ناقد وصفه بإنه مجموعة مشاهد ورا بعض ما بيربطهمش أي حاجة. وده خلى شخصيات مهمة زي القصبجي أو أحمد رامي اللي علاقتهم بيها كانت ممكن تبقى فيلم لوحدها يمر مرور الكرام. فالنتيجة إن التركيز على إنسانية أم كلثوم اتحول لتركيز على جوانب معينة بس. علاقتها بالفلوس، سيطرتها، ضعفها في الحب، وحدتها. لكنه أهمل جوانب تانية من إنسانيتها وصراعاتها الفنية والمطنية اللي شكلت أسطورتها بالأساس. فبدل ما تبقى صورة كاملة بقت صورة منقوصة. طيب، بعد ما لمينا كل الخيوط دي في إيدينا، القصة دي في الآخر بتقول إيه عننا إحنا، مش بس عن الفيلم؟ بالظبط. قضية فيلم الست بتفتح أسئلة أعمق بكتير من مجرد فيلم حلو ولا وحش. بتخلينا نسأل، ليه عندنا شخصيات بتتحول لرموز مقدسة ممنوع الاقتراب منها أو تصويرها؟ إيه اللي في ثقافتنا بيصنع الأصنام دي وبيحميها بالشكل ده؟ ومين اللي بيملك الذاكرة الثقافية دي؟ هل الفنان ليه الحق إنه يعيد تشكيلها ويقدم رؤيته الخاصة حتى لو كانت صادمة؟ ولا الجمهور هو صاحب الكلمة الأخيرة؟ ولا التاريخ نفسه هو الحكم؟ وهل أنسنة الأسطورة هو تقدير ليها عشان بيخلينا نفهمها أكتر؟ ولا هو خيانة لتراثها العظيم؟ دي أسئلة إحنا بنطرحها والإجابات عند كل واحد فينا. عايزين نسمع الآراء في التعليقات. هل فيلم الست تجاوز الخطوط الحمراء؟ ولا قال حقيقة جريئة كانت لازم تتقال؟ ولا يمكن رد الفعل العنيف ده بيكشف عن مخاوف مجتمعنا وقلقه أكتر ما بيكشف عن حقيقة أم كلثوم؟ شاركونا بآرائكم، بس الأهم خلينا نتناقش بهدوء واحترام،